بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول جغرافيا الترم الثاني الأول الإعدادي، الصف الأول الإعدادي. هنتكلم في الدرس الأول على عناصر المناخ. آه، لازم نعرف الفرق بين الطقس والمناخ. سيبك من الرسم اللي هترسمه ده دلوقتي وخليك معايا. تمام. الطقس هو إيه؟ وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوما أو يومين أو أسبوعا، من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. يعني حالة الطقس زي ما بتيجي كده في النشرة، بيتكلم على النهارده، بيتكلم على بكره، بيتكلم على اسبوع بالكتير. تمام. طب المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة، من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. تمام. ده كده إيه؟ ده كده المناخ اللي هو بيتكلم على حاجة وقتها أطول. طيب، يبقى الفرق بين المناخ والطقس يتمثل في الفترة الزمنية التي يغطيها وصف حالة الجو. عناصر المناخ إيه؟ الحرارة، الضغط الجوي، الأمطار. طيب، الحراره والضغط الجوي والرياح مع بعض، الضغط الجوي والرياح مع بعض والامطار. تمام. طيب، اول حاجه الحراره. الحراره هي اهم عناصر المناخ بما تفسر، لانها تؤثر على باقي عناصر الضغط الجوي والرياح والامطار. تمام. الشمس المصدر الوحيد للضوء والحراره على سطح الارض، ولكن تختلف درجات الحراره من مكان لاخر من سطح الارض برضه بما تفسر، بسبب عده عوامل اللي هي ايه؟ اختلاف موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض، التضاريس، القرب او البعد عن المسطحات المائيه. تمام. والغطاء النباتي، وطول وقصر النهار. طب تعالى نعرف العوامل دي بشيء من التفصيل. نمره واحد، اختلاف موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض بيؤثر في درجات الحراره. ازاي؟ بترتفع درجه الحراره كلما اقتربنا من دائره الاستواء، وتقل درجه الحراره كلما ابتعدنا عن دائره الاستواء شمالا او جنوبا. بما تفسر، لان اشعه الشمس تكون عموديه عن دائره الاستواء ومائله كلما ابتعدنا عنها. تمام. زي ما انت شايف كده الخريطه بتوري ان انت لما تروح على خط الاستواء الاشعه بتبقى عموديه، طلعت فوق او نزلت تحت الاشعه بتبقى مائله. التضاريس تؤثر درجه الحراره، او تؤثر التضاريس في درجه الحراره، حيث تقل درجه الحراره بمعدل درجه واحده مئويه كلما ارتفعنا عن مستوى البحر بمعدل 150 متر. لذلك يغطي الثلج او الجليد بعض القمم الجبليه، مثل الموجوده في المناطق المداريه الحاره، مثل قمه جبل كينيا مثلا في قاره افريقيا، او هنا في مصر في جبل سانت كاترين. واحيانا هنا على فكره جبل عتاقه فوق بيبقى فيه ثلج احيانا يعني. القرب أو البعد عن المسطحات المائية يؤثر في درجة الحرارة، حيث تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها صيفا وشتاء، و باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء. بما تفسر، لأن المياه تعمل على تلطيف أو تحسين درجة الحرارة بالنسبة للمناطق القريبة منها صيفا وشتاء. طيب، الغطاء النباتي يؤثر في درجة الحرارة، حيث يمنع الغطاء النباتي أشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الأرض. لذلك تقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق المزروعة عن المناطق المكشوفة أو بلا غطاء نباتي. يعني إحنا دلوقتي لو جينا رحنا وقعدنا في حديقة مثلا، وأنت قاعد تحت شجرة، الجو بيبقى تراوح. لكن لو أنت واقف في عز الشمس كده منك للشمس هتحس بحرارة. دي فكرة الغطاء النباتي. طيب، طول وقصر النهار يؤثر في درجة الحرارة، حيث يطول النهار في فصل الصيف. طب ايه النتيجة؟ تتلقى الأرض كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي، مما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة. يقصر النهار في فصل الشتاء. ما النتيجة؟ تتلقى الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة. طيب، الضغط الجوي والرياح. توجد علاقة بين درجات الحرارة وكل من الضغط الجوي والرياح، حيث يؤدي اختلاف درجة الحرارة إلى اختلاف المناطق، أو اختلاف مناطق الضغط الجوي. فنجد أن المناطق مرتفعة الحرارة زاد ضغط جوي منخفض، والمناطق منخفضة الحرارة زاد ضغط جوي مرتفع. العلاقة هنا إيه؟ علاقة عكسية. العلاقة هنا علاقة عكسية. يؤدي اختلاف مناطق الضغط الجوي إلى تحرك الهواء حركة أفقية من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، ويظهر ذلك على شكل رياح مختلفة الأنواع. تاني، اختلاف مناطق الضغط الجوي بتحرك الهواء من مناطق ضغط مرتفع، هي حتى اسمها ضغط مرتفع، هيروح لضغط إيه؟ منخفض.
تمام، على شكل رياح مختلفة الأنواع. معلومة إسرائيلية: المناطق مرتفعة الحرارة يسخن بها الهواء وتقل كثافته. لا، في حتة الحر الهواء بيسخن فبيتقل كثافته فبيطلع لفوق فيخف وزنه فيرتفع لأعلى، مكونا منطقة ضغط منخفض. والعكس صحيح بالمناطق منخفضة الحرارة. تمام. أنواع الرياح إيه؟ رياح دائمة، تجارية، عكسية، قطبية. ورياح موسمية، صيفية وشتوية. ورياح محلية، الخماسين والهبوب. ونسيم البر والبحر. هنعرف نوع فيهم. الرياح الدائمة: الرياح اللي تتهب بانتظام طول العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. أنواعها: رياح تجارية تهب من منطقتي الضغط المرتفع، عفوا، تهب من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي عرض 30 شمالا وجنوبا نحو منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء. تأثيرها: تعمل على تلطيف درجة الحرارة. طب بما تفسر؟ لقدومها من جهات أقل حرارة. طيب الرياح العكسية: تهب من منطقتي الضغط المرتفع عند دائرتي 30 عرض وشمالا وجنوبا نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبية الشمالية والجنوبية. تأثيرها: تعمل على تدفئة الجو. طيب الرياح القطبية: تهب من منطقتي الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي نحو منطقتي الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشماليتين والجنوبيتين. تمام. مناطق الضغط زي ما هو موجود كده في الصورة اللي بتوضح دي، يعني كله بيروح بيصب يا إما على خط الاستواء، تمام، أو المنطقة القطبية بيبقى فيها رياح عكسية ورياح قطبية. لو بنبص فوق، بص كده، تعالوا بص يا مصطفى معايا على الصورة عشان تبقى شايفها. تمام. الرياح القطبية بيطلع من هنا على هنا، وفي قصادها رياح عكسية، يعني رياح قطبية فوق وهنا رياح قطبية تحت، بتروح على المنطقه اللي هي فيها برضو اللي هي ما قبل القطبيه، تمام، اللي بتعمل عليها رياح عكسيه. تمام. اما الرياح التجاريه بتبقى شمال وجنوب، تمام، رايحه على فين؟ خط الاستواء. طيب الرياح الموسميه: الرياح اللي بتغير اتجاهها موسميا بين الصيف والشتاء. انواعها: رياح موسميه صيفيه، تبقى رياح ممطره بما تفسر لانها تهب من الماء الى اليابس، مثل الرياح الموسميه الصيفيه في منطقه جنوب شرق اسيا والتي تسبب الامطار الغزيره. ورياح موسميه شتويه، تبقى رياح جافه لانها تهب من اليابس الى الماء. طيب الرياح المحليه: رياح ذات تأثير محلي تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض، مثل رياح الخمسين التي تهب على مصر في فصل الربيع وهي رياح محملة بالأتربة والرمال. ورياح الهبوب بالسودان. طيب نسيم البحر: يحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء النهار والليل، كما يتضح فيما يلي. نسيم البحر: لو فيه هواء دافي بيجي من البحر هواء بارد، تمام، طبعا عشان البر بيبقى اكثر سخونه، الشمس ضاربه فيه، فبيجي من البحر اللي هو يعتبر متبرد شويه الهواء على البر. تمام. ده الكلام ده ايه؟ بالنهار يحدث نهارا حيث ترتفع درجه الحراره فوق اليابس فيرتفع الى اعلى ويحل محل هواء بارد يهب من ناحيه البحر. لكن بالليل يحدث ليلا حيث يكون الهواء فوق الماء البحر ادفأ من الهواء فوق اليابس فيرتفع الى اعلى ويحل محل هواء بارد يهب من ناحيه البر، وتعرف باسم نسيم البر. يبقى نسيم البر ونسيم الايه؟ البحر. الامطار: نتيجة تسخين حرارة الشمس للمسطحات المائية يتصاعد بخار الماء وتحمله الريح من مكان لآخر فتكاثف وتسقط الأمطار. أنواعها إيه؟ أمطار تصاعدية: أسباب سقوطها صعود هواء ساخن محمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا فيبرد الهواء ويتكاثف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر غزير. مناطق سقوطها تسقط على المناطق الاستوائية. طيب الأمطار التضاريسية: أسباب سقوطها اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال فتصعد إلى أعلى فيبرد الهواء ويتكاثف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر. الأمطار الإعصارية: أسباب سقوطها تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء فيصعد الهواء الساخن لأعلى فيبرد ويتكاثف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر مصحوبا بالبرق والرعد. التوزيع الجغرافي للأمطار في العالم: يختلف توزيع وكمية المطر من مكان لآخر على سطح الكرة الأرضية بما تفسر، وذلك نتيجة لاختلاف أنواع الرياح واتجاهها وأنواع الأمطار. طيب بدراسة الخريطة اللي هي موجودة بتاعة المطر دي نجد أن توزيع المطر كالآتي: مناطق غزيرة المطر
اللي هي المناطق الواقعة حول دائرة الاستواء، مناطق استوائية. تمام. مناطق متوسطة المطر مثل المناطق الواقعة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط في أوروبا. مناطق نادرة المطر مثل الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا. أثر الإنسان على المناخ. أفرط الإنسان في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة خلال العصر الحديث. إيه النتائج اللي ترتب على كده؟ أدى ذلك إلى حدوث بعض التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، انتشار الجفاف والتصحر، انتشار الأعاصير في جهات مختلفة من سطح الأرض. إحنا كده خلصنا الدرس. تمام. عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ شكلك عايز تنام. الأقاليم المناخية دي عليكم ولا مش عليكم؟ مش عليكم؟ متأكد؟ طيب، كده إحنا خلصنا النهاردة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. آه هنقفل الريكورد، وبالتوفيق إن شاء الله. وأتمنى مصطفى تكون استفدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.